بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح النهاردة طريقة تنزيل المعجون البارز. احنا عملنا الجنب ده قبل كده ديكور معجون بارز، وهنوريكم بيطلع ازاي بقى وبنزله ازاي على الحيطة عشان نرجعها ايه زي الأول. كل اللي هنحتاجه مية عادية من الحنفية خالص ورولة، وعايز تشتغل بالرولة الكبيرة برضو مفيش مشاكل، يعني الرولة الكبيرة أو الصغيرة عادي، تملى بستلة مية عادي من الحنفية وتشتغل بالرولة الكبيرة أو الصغيرة بقى زي ما تحب يعني. هنبدأ بقى نشتغل بالرولة ونبلها ونمشي بقى ايه على الحيطة من فوق كده، ونرمي مية ايه بحيث ان المعجون يشرب المية ويخمر ويبقى سهل معانا في الطلوع يعني. متضغطش على الرولة، سيبها اللي تمشي عادي خالص عشان تخمر المعجون. هتبقى بالطريقة دي كلها بقى، نعمل مثلا متر في متر كده ويتخمر، او ممكن نفرد الجنب كله ونرجع نعيد تاني ايه وش تاني متر بمتر، ونبدأ ايه نوقع بقى المعجونة بتاعتنا تكون شربت المية وخمرت معانا وتطلع بسهولة. طيب وانا بقى نسيبها 5 دقايق كده تشد ونديها كمان وش، ونروح جايين بقى بادئين في التنزيل ان شاء الله ايه، ونوريكم كل ده على الطبيعة. بعد ما المية الوش الاولاني شربته المعجونة خلاص، هنرمي عليه كمان مرة كده، يعني بعد 5 دقايق كده يعني نرجع نديها كمان وش كده ونرمي عليها برضو تاني. ونبدأ بقى نجيب سكينة بإيد أو حاجة، ونبدأ بقى ننزل المعجونة بتاعتنا. طبعا ده بوهية نص لامع بتبقى أجمد كمان من المطفي، يعني اللي واخده نص لامع على المعجون، وانت بتنزل بتضغط على حرف السكينة كده بحيث الحرف هو اللي شغال. كل ما يشرب ميه كل ما يطلع معاك بسهوله اكتر. كل ما تتعبك اديها ميه وسيبها تخمر شويه، تلاقيها بتطلع معاك بسهوله خالص اهو.
طبعا هنكملها كلها ان شاء الله ونرجع لحضراتكم تاني. وبكده نكون خلصناها بقى تنزيل. اي حاجه بارزه خلاص نزلناها وسويناها بالحيطه اهو، هتبقى كده بقى جاهزه على تجهيز الحيطه. وكده واقفه بقى على وش السيلر عشان الترابه اللي فيها ديت اكنه عازل يعني، وطلقت معجون او تتسحب على حسب ما هي محتاجه، وصنفره بقى وبلاستيك وكده وتشطيب يعني. احنا عملنا المراحل ده قبل كده في فيديوهات تانية، وان شاء الله قدام نبقى نعملها لكم تاني. بس احنا كنا بنوريكم النهارده طريقه تنزيل المعجون بس. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناه. كان معكم حسام القصاص من قناه ادهم بيتك بنفسك. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.